عموما قبل ما اصدر الستار واروح للكابتن علاء والمجموعه الثالثه، اخد على التليفون المهندس احمد سعد المشرف العام على الكره في تليفونات بني سويف. وما زالت ازمه ملعب استاد بني سويف، الامن النهارده فاجأ الجميع وما زال يرفض لعب تليفونات بني سويف على استاد بني سويف المجهز بحجه انه لم يتم اعداد الكاميرات والابواب الالكترونيه، في حين انه هو نفس مدير الامن اللي بيوافق للشبان انه يلعب في وسط مدينه بني سويف، وبيوافق لنادي بني سويف انه يلعب في ملعبه، وبيأمن لده وبيأمن لده، ولكن ما زال هناك رفض للتليفونات رغم موافقه الشباب والرياضه. مهندس احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الناصر بيه، تحياتي لحضرتك وضيوف حضرتك الكبار، الكابتن علاء نبيل برحب بيه طبعا، والاستاذ محمد الشرقاوي منورين الاستوديو. اهلا بيك كابتن علاء. يعني ايه اخر الموقف؟ انت مشتت وبتصرف مصاريف جامده وبتتأجر ملعب، والشباب والرياضه وافقت لك على استاد بني سويف ومع ذلك الامن رفض. والله في الاول بس خلينا اشكر حضرتك طبعا واسره البرنامج، وده مش جديد على حضرتك طبعا على قناه بلدنا. يعني انا اتفرجت على الجزء الاولاني والمشاكل طبعا اللي حضرتك غطيتها في مراكز الشباب. الواحد فعلا بيشوف بيمر بلوة غيره فبيقول الحمد لله احنا في نعمه طبعا، يعني الحمد لله رب العالمين. فطبعا عايز انا باكد كل الكلام اللي حضرتك قلته. يمكن في شاهد عيان موجود مع حضرتك في الاستوديو، يمكن الكابتن علاء نبيل يمكن عاصر السنه اللي فاتت في بدايه المشوار مع نادي المنيا، فعلا شاف قد ايه صعوبه ان في انديه تسبب عدم لعبها على ملعبها في وسط جمهورها او في وسط المحافظات بتاعتها، ان ادت الى هبوطها. ويمكن اللي اتاثر بالكلام ده كممثلين للصعيد نادي المنيا ونادي تليفونات بني سويف، ويمكن الكابتن علاء نبيل يتفق معايا في هذا الكلام طبعا. اتفق معاك تماما. بالظبط، ودي مشكله. الصعيد مهمل طبعا عبد الناصر بشكل كبير جدا، وللاسف بنعيد نفس التجربه للمره الثانيه على التوالي. يعني النهارده تليفونات بني سويف بيتكبد خسائر ماليه كبيره جدا. ما زلت النهارده 3 سنين، يمكن انا الفرقه الوحيده اللي في الصعيد اللي صعدت للدوري الممتاز وهبطت، ما حدش حس بيا في بني سويف خالص. ما لعبتش. يعني اقدام اللاعبين لم تنزل اقدامهم على نجيله استاد بني سويف منذ صعودنا للدوري الممتاز. 3 سنين متواصلين. 3 سنين متواصلين. انا اول سنه لعبت على استاد الفيوم، ثاني سنه لعبت في الدفاع الجوي ملاعب عسكريه، ثالث سنه لعبت على ملعب الترسانه انا والنادي المنيا ومصر المقاصه. يعني من خلال برنامجك بقى المحترم يا عبد الناصر، ومن خلال الاستاذ محمد الشرقاوي الصحفي المخضرم اللي اتمنى ان هو يتبنى هذا الملف ان شاء الله. الصعيد مهمل، ما ينفعش يبقى فيه فرقه تبرعت ب1.5 مليون جنيه لاستاد بني سويف منذ ان صعدت للدوري الممتاز، واتعمل الصيانه اللازمه للملعب وتم تغيير بيت الملعب. والنهارده حضرتك اتمنى يا استاذ عبد الناصر ان يتم ارسال كاميرا حضرتك المحترمه اللي بتغطي الاحداث بالصوت وبالصوره، يروحوا يشوفوا الاستاد. انا بطالب وزير الرياضه ان يضم الاستاد الى المتاحف الخاصه بوزاره الاثار والسياحه. ما اقدرش اقول اكتر من كده. الاستاد فيه كاميرات، وفي اسوار داخليه وخارجيه، وفي نجيله، وفي كل العناصر اللي تساعد على اللعب، واخد موافقه من الشباب والرياضه. خليني اسالك سؤال على استاد بني سويف لغايه النهارده يبقى يضمون المتاحف. طب محدش يزعل من الكلام اللي انا هقوله ده. خليني اسالك سؤال مهم جدا. يمكن انا كنت هسالك ان كومنتو كمصريه للاتصالات، وهي شركه حكوميه او شركه مصريه فاعله محترمه براس مال حكومي ومصري، اديته 1.5 مليون للشباب والرياضه وتم تطوير الملعب فيهم بالفعل. طيب عايز اسال سؤال، اشمعنى مدير الامن ده دونا عن كل مديرين الامن اللي سمحوا للفرقه انها تلعب على ملاعبها متعنت مع التليفونات؟ بص يا فندم، انا مش عايز اروح في حته بس ان في تعمد، لا انا عايز اقول برضو احنا كلنا لابد ان احنا نقف في ظهر الداخليه، لابد ان احنا نقف في ظهر الامن، لابد ان احنا نتفهم الظروف اللي بتمر بيها البلد. ولكن لما تلاقي ان نفس الظروف المتشابهه بتاعتك مع انديه ثانيه، وانت حضرتك ذكرت هذا الكلام وبحييك على المعلومات اللي عند حضرتك، لما يكون عندك فرقه في الممتاز ب نادي بني سويف الرياضي مع كامل الاحترام والتقدير ليه، انا ما اقصدش اي طبعا لا طبعا احنا بنضرب اي مشاكل، لكن لما نادي بني سويف الرياضي بيلعب على ملعبه الذي لا يحمل اي كاميرات او بوابات الكترونيه، لما نادي الواسطه مع كامل الاحترام والتقدير ليه، انا بقول قضيه من وجهه نظر معينه، يلعب في ملعب الشبان المسلمين اللي ما فيهوش كاميرات ولا بوابات مراقبه او بوابات الكترونيه، ولا يسمح لتليفونات بني سويف انه يلعب على استاد المحافظه. ده مش هو بس،
ده الاسيوطي ممثل بني سويف في الدوري الممتاز. لغايه النهارده كل الفرق اللي بتروح الاسيوطي بتشتكي من الملعب هناك ومن طيارات الهواء. دي اللي كنت لسه هقولها. بتشتكي من حاجات كتير جدا. النادي الاهلي راح لعب هناك. ما ينفعش. راح لمصلحه مين يا فندم ان بني سويف او ان الصعيد يفضل مهمل بهذا الشكل؟ يعني انا النهارده بروح العب في الاسيوطي وبسافر مسافه لا تقل عن 60 كيلو متر وبصرف مصاريف جامده جدا وبروح هناك برضه مع كامل الاحترام. مش ملعبي. انا ايه اللي خلاني لعبت الماتش يوم الاحد مش يوم الخميس؟ ده السؤال بقى اللي بطرحه لحضرتك. لان يوم الخميس لما رحت العب الماتش بتاعي لقيت الاسيوطي بيلعب دوري ممتاز مع الاتحاد السكندري يوم الخميس. فعشان كده كان اترحلت عندي للحد. مشكله مش لاقي ملعب. اترحلت للحد. ازاي يبقى محافظه في حجم بني سويف جميع فرق بني سويف والممثله لها في الدوري الممتاز الف او الممتاز ب بتبحث عن ملعب؟ النهارده مش بنتمرن في ملاعب سيئه. مش لاقيين ملعب نلعب عليه. وفي الاخر انا بتبرع بفلوس وساعدت في خدمه البلد ايام ما كانت الشركه بتدي وبتدعم وبتساهم في الخدمات المجتمعيه. وتحرم من مش عارف الملعب. العب على استاد بني سويف. وتحرم من الملعب عامه. باشمهندس احمد ينفعش. بعد اذنك، باشمهندس اتفضل. احمد، انا كنت متابع السنه دي السنه اللي فاتت الدوري بتاع الدوري الممتاز صراحه. يعني نادي التليفونات بني سويف ونادي المنيا اتعذبوا السنه اللي فاتت من طبعاً. مصاريف. ظلموا يا فندم. من مصاريف. والله انا بقول طبعاً. لك هو لو كان تليفونات بني سويف بيلعب على ملعبه والمنيا بيلعب على ملعبه ما كانوا الاثنين هبطوا. طبعا أنا رحت كمان عايز اتفرجت عليهم. اقول المنيا كمان اتعذبت السنه دي. المنيا بتلعب في دير مواسه يا كابتن. مصاريف باهظه جدا. كان بيروحوا يأجروا ملعب طبعاً. الترسانه بالشيء الفلاني. ماتشاتهم كلها بره. كانوا بيخرجوا كل 4 ايام مباراه يخلصوا المباراه يا دوبك. كانوا بيطلعوا من مباراه لمباراه. تكلفه ملاعب، تكلفه سفر، تكلفه لاعبين. وانا شفت لهم كان فرقه كويسه والمنيا فرقه كويسه. لكن الظروف طبعاً. بصراحه ما ساعدتش الفرقتين دول. طيب يا كابتن انا بحيي حضرتك على هذا الكلام لان شاءت الاقدار ان حضرتك تكون ضيف في كوره بلدنا النهارده. في حلقه ازمه الملاعب. المشكله انا بقول ان شاهد عيان الكابتن علاء. لا ده انا عايز حقيقه، ارجع ده دلوقتي بعد حقيقه. إذن انا حضرتك. شفتكم مباريات قويه جدا ربنا يخليك يا كابتن بجد علاء. يعني. ربنا يخليك. ودي شهاده حق دخال يعني. شفتهم مباريات انا من خلال بقى برنامجك المحترم يا عبد الناصر لو تسمح لي سنرسل انا الكاميرا. بوجه نداء بقى لمحافظ بني سويف ايوه. وللسيد مدير الامن مع كامل الاحترام والتقدير لهذه الشخصيات المحترمه. والنداء الاكبر لوزير الرياضه. اذا كان وزير الرياضه هيقبل ان استاد بني سويف يضم لمجموعه المتاحف اللي موجوده على مستوى الجمهوريه ونعمله متحف ونتصور فيه احنا ما عندناش مشكله. بشكرك يا لكن باشمهندس. لما اللي يطلع مصطفى بيه عزام دكتور مصطفى عزام من اول الموسم يقول انا بوعد جماهير بني سويف ان الاسيوطي والتليفونات وبني سويف هيلعبوا على استاد بني سويف وهذا الكلام لن يتحقق، يبقى لابد من وقفه ولابد من كاميرا حضرتك تنزل تشوف الاستاد. فورا فورا. بشكرك يا باشمهندس احمد ونحن معك وفي ظهرك وصرختك وصلت. واعتقد ان زميلنا سامح الفيومي بيتابعنا دلوقتي وفورا هيتوجه الى السيد وكيل وزاره الشباب والرياضه مشكورا الاعلامي الكبير زميلنا سامح الفيومي المشرف على المجموعه الثانيه ويكون هناك تصوير حي وصوتا وصوره لاستاد بني سويف ونقف على الحقيقه ولماذا مدير الامن يرفض. قبل ما نروح